معجبين كانديس أوينز بدأوا ينقلبوا عليها. فاكرين لما عملت المناظرة السخيفة دي مع أندرو ويلسون، وكانت مصممة تكون في بيتها، وكان في كمان رسوم بالدولار، وهي أصلا طلبت إن الرسوم دي تزيد. عشان أوضح الصورة، أندرو ويلسون في برنامج جورجان عرض على كانديس المبلغ ده عشان يناظرها، وكانديس قالت لا عندي شروط كتير، المفروض يكون $500,000، وفي الآخر وافقت على 300,000. عملوا المناظرة دي كانت سخيفة جدا، كان فيها إعلانات وجابت ملايين المشاهدات وهكذا وهكذا. بس دلوقتي معجبينها بيقولوا لها طيب يا كانديس، بما إنك أعز صاحبة لتشارلي كاك، ليه ما تديش الفلوس لأولاد شارلي؟ وكانديس بترد وتقول لا، ما أقدرش أعمل كده، لأني بحب الفلوس جدا، وما أقدرش أدي فلوسي اللي تعبت فيها وأنا قاعدة في أبو بيتي لأي حد. ودمرت حياة عيلة تانية، وإرث راجل كنت بعتبره صديق وكنت بحبه جدا، وهو خاني عشان أنا سودة وراح لواحدة بيضة جميلة. فدلوقتي هقضي وقتي وطاقتي في الانتقام منه، وخلي ملايين الناس يكرهوه ويكرهوا كل حاجة كان بيدافع عنها. ودلوقتي كمان بدعم لينسي كلانسي، الست اللي قتلت 3 من ولادها. وبقول إن الغلط على شركات الأدوية الكبيرة مش عليها هي. على أي حال، كانديس زي ما احنا عارفين ست نرجسية وبتدور على السلطة والفلوس ومجنونة. وعشان كده لما معجبينها بيقولوا ايه ده، ليه مش هتتبرعي بالفلوس دي فعلا، هي بترد مش فاهمة ازاي تجرؤوا وتطلبوا مني كده. هي فعلا عملت فيديو اسمه How I'm spending my $300,000. ويا جماعة أيوة، الموضوع سيء جدا، وبعتذر لكم من دلوقتي، لازم تتفرجوا على جزء تاني من سويتش. يلا بينا نشوف. فجأة أول ما قلت إني هاخدها، أول حاجة هي خايفة هي خايفة هي خايفة، في فلوس على الترابيزة، وده اللي أنا بعمله غلط. أنا خايفة ومش باخد الفلوس، بعدين باخد الفلوس. بالظبط اللي بتعرضه هو 300,000، وأنا بقيت شخص وحش عشان إزاي آخد الفلوس. الناس دي مجانين، هم فعلا مجانين، مفيش طريقة ترضيهم، مش ممكن يسيبوك في حالك وتحقق في القضية بس. هقولك ازاي ترضيهم. بطل تحاول تدمر إرث تشارلي كاريك، اسكتي بس، وقفي البودكاست بتاعك وكملي تمثلي إنك أم كويسة لأولادك اللي هتدمريهم بطريقة ما بسبب قدراتك النرجسية الواضحة. ومن أسوأ الحاجات اللي ممكن تحصل لطفل إنه يكون عنده أم نرجسية. وأيوة، ابعدي عن المجال العام، ولا واحد فينا عايز يسمع عنك تاني، كده كلنا هنبقى مبسوطين. أيوة، أسفة إني بقولك كده يا كانديس. تمام، الفلوس على الترابيزة، وبعدين يلوموكي إنك أخدتي الفلوس، وكلهم على طول قالوا كانديس لازم تعمل صندوق استئماني لإريكا كيرك. يعني الناس غير مايكل نولز، الناس اللي أنا فعلا بحتقرهم، كلهم بيقولوا نفس الكلام، إني لازم أتبرع بالفلوس وأعمل صندوق استئماني لأولاد شارلي. وبعدين الناس فجأة بقوا يقولوا لي أعمل إيه بالفلوس، زي مثلا الشخص ده كانديس أوينز المليونيرة الكبيرة، لازم تتبرع بجائزة الفوز بتاعتها لدفاع تايلر روبنسون لو فعلا شايفة إنه بريء. أندرو ويلسون فعلا عمل اللي بيقوله وادى فلوسه، ليه كانديس ما بتعملش كده؟ يعني كأنها مش عارفة مين لوكاس جيك. هي عارفة كويس جدا مين لوكاس جيك، بس عشان كل اللي مش عارفينه، هو كان معادي للسامية بشكل مجنون ومتطرف، وكان شبه النازيين الجدد، لكنه مؤخرا شاف النور وتغير، وهو رجع عن طريقه القديم، ودلوقتي بيتكلم عن ازاي كان متطرف جدا وكده يعني، وبقى صوت عقلاني جدا دلوقتي، وبيتكلم ضد ناس زي كانديس. أنا تقريبا متأكدة بنسبة 1000% إن كانديس عارفة بالظبط مين لوكاس، يعني مين الشخص ده. الشخص ده بالظبط النوع اللي هي بتعمله. وعلى فكرة مش غريب إن الناس تبص على كانديس وتقول انتي بتدعي دايما إنك الوحيدة اللي كان لازم تدافع عن شارلي، طب ليه ما تعمليش حاجة عشان تحمي أولاد شارلي؟ دلوقتي أنا مع الناس، لو هما بيكسبوا فلوس من حاجة من حقهم يكسبوا، مش لازم يتبرعوا بكل الفلوس اللي بيكسبوها، أكيد لأ. بس كانديس بتتظاهر إن المشكلة الأخلاقية دي عند الناس التانية عشان هما بيحكموا عليها، وإنها مش حاجة المفروض هي تتعامل معاها. ده مقرف. يعني أنا ما طلعتش قدام الناس واتكلمت عن تايلر روبنسون وقلت أنا هثبت للناس إني شايفة إنه بريء. أنا حديهم 300. أنا عمري ما عملت كده. أنا ما بعملش الحاجات دي، ده مش أسلوبي. أنا مش متكبرة، ومفيش أي حد عنده أقل خبرة في الشؤون المالية هيكون غبي لدرجة إنه يصرف فلوس عشان يتكلم مع حد بيناقش ببلاش دايماً. بعمل مناظراتي السنوية مع بيرس مورغان، ودي ببلاش. كنت بناظر في جامعات في كل حتة، وده كنت بعمله ببلاش. وناظرت مع الحاخام شمولي اللي أنا مش قادرة. قد ايه مستعدة تراهن إنه ما كانش بلاش، وإنها في وقت من الأوقات كانت بتتقاضى فلوس بطريقة ما، سواء من المشاهدات أو الشهرة أو غيره، ببلاش. وعلى فكرة أنا كمان بكره الفلوس اللي ملهاش قيمة، بس للتوضيح، ومع بيرس مورغان ببلاش. وعشان كده فعلا الموضوع مثير للاهتمام، لأن طول حياتي كل اللي الناس دول بيعملوه إن هم بيبعتوا لي رسائل بلطف واحترام وبيطلبوا مناظرة. محدش محتاج يرمي فلوس يمين وشمال، هو ده النظام.
أنا استضفت مناظرات قبل كده وما كانش فيه فلوس متداولة. الحالة دي مختلفة لأن منظمة Turning Point USA بتكرهني للدرجة دي. وخد بالك من كم واحد طلب إنه يناظر كاندس، يعني في عشرات وعشرات من المعلقين السياسيين الكبار والمهمين قالوا يا كاندس تعالي نتكلم عن الموضوع، وهي رفضت كلهم. هي بتحاول تدي انطباع إنها دايما مستعدة تناظر أي حد. لا، هي ترفض تقريبا كل المناظرات إلا لو كانت مناسبة ليها بالضبط وعندها مصلحة من وراها. وفي الحالة دي كانت مستعدة تعمل المناظرة لأنها كانت فاكرة إنها تقدر تخلي أندرو ويلسون يبان بشكل سيء، وكمان الفلوس كانت مغرية فوافقت عشان الفلوس. ده تصرف كلاسيكي جدا من كاندس، دايما بتحاول تتلاعب وتقول أنا دايما مستقلة. هو المشكلة لو هو عايز يرمي فلوسه ليه هتنازل عن ده؟ لا 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 يا بنت، احنا شايفينك. كان في مناقشة مجانية وأندرو كولفيت كان بيعمل ريتويت لي وهو بيهاجمني وبيعرض فلوس أكتر وأكتر. ودلوقتي هم فاكرين إن الحل هو إني أفتح صندوق استئماني. على فكرة موضوع عرض فلوس أكتر، أنا تقريبا متأكدة أنها طلبت إن المبلغ يوصل ل 500,000 وبعدين تراجعت عنه ونزل ل 300. مش متأكدة بنسبة 1000% بس تقريبا واثقة. فطبعا وعرضهم لمبالغ أكتر وأكتر كان جزء كبير منه بسبب طلباتها. مذهل إزاي هي بتتلاعب بالمعلومات لولاد شارلي، وده بطريقة ما. أنا عارفة إنه مش كده بس حاسة إنه زي غسيل أموال. المنظمة اللي بتطاردني، أنت عايزني بعد كده أدي الفلوس للشخص اللي هيكون مسؤول عنها واللي في الأول طبعا هتكون إريكا. يعني أنا بحب إزاي هي حولت الموضوع لغسيل أموال، صح؟ أيوة طبعا، يعني اتبرع على أولاد أعز صاحب ليك اللي المفروض إنه مات أو اتقتل، وده أدق، وده هيبقى غسيل أموال لأن منظمة تيرنينج بوينت USA واضح إنهم بس عايزين يعملوا حاجات بشكل غير قانوني. شايفة ده؟ شايفة إزاي الموضوع مبطن بس في نفس الوقت واضح جدا. تقريبا عايزة أقول إن في حاجات قليلة قوي بكرهها أكتر من الإيثار المزيف. الناس اللي بيعملوا خير كجزء من برنامج علاقات عامة مش علشان هو ضروري أو محتاجينه. وأولاد شارلي كيرك كانوا أصحاب ملايين وهو لسه عايش، وده زاد بعد وفاته. ناس كتير فتحوا صناديق ائتمان وجمعوا تبرعات. آخر حاجة أولاد شارلي كيرك محتاجينها هي فلوس زيادة. اللي محتاجينه هو أب أو أم مستقرة، وللأسف أنا مش قادرة أديهم ده. صح؟ أنا مش قادرة أديهم ده. الأم مش عايزة تكون في البيت والأب مش قادر يكون في البيت. وأكتر حاجة محتاجينها مش شوية مؤثرين يستخدموهم كموضوع للكلام ويقترحوا إن 300,000 كمان ممكن فعلا تفرق. وزي ما قلت في حاجة في الموضوع ده بتحسسني بعدم الارتياح. يعني نفس الناس اللي بعتوا الشخص يطاردك هم نفسهم بيحاولوا يعملوا حملة ضغط اجتماعي عشان ترجعي الفلوس. بصراحة أنا مش هقبل ده، وعشان كده اللي حابة أعلنه دلوقتي هو أنا هعمل إيه بفلوسي لحد دلوقتي. واللي قررته غير إني فعلا رحت وافل هاوس في الويكند إني ههتم بالناس اللي اهتموا بيا. زي ما المنظمة دي ركزت إرسال مؤثرين جزء لا يتجزأ من جروبات الدردشة دي اللي بتتجمع مع بعض. إخمو إريكا كيرك من الناس اللي حاولوا يخلوا ولادنا يحسوا بعدم الأمان، اللي وقفوا وراهم وعملوا لهم ريتويت ودعموهم. أنا هحمي الناس دول، ناس زي أختي. لو عايز منظمة تاخد مني فلوس هتكون الكنيسة الكاثوليكية. الكهنة اللي اهتموا بيا نفسياً لما كنت منهارة بعد ما اكتشفت إن شارلي وكل اللي اشتغل عليه اتخان. هو فعلاً اتخان، شارلي اتخان، كل الناس شايفة ده. انت بتخونه كل يوم لما تعمل الحاجات دي. انت بتخون الشخص اللي كأنه أنا فعلا مش بقدر أسمع لحد، بس أوقات كنت عايزة. هي فعلا مصدقة الكلام ده عشان معظم الحاجات اللي بتقولها كانت واضحة إنها كلام فاضي. هي فكرت فيه قبل كده زي إزاي تلفق القصة وتخليها تبان كويسة. يعني هي مجنونة، هي فعلا مجنونة رسمي ومختلة تماما. يعني أنا هروح ورا الناس اللي ساندوني عشان كنت طويلة. كان الموضوع صعب جدا بالنسبة لي، أنا اللي تعذبت أكتر واحدة. يا ساتر يا رب. يا كاندس روحي عيشي حياتك، شكرا على اهتمامك الموضوع ده.